ضيف برنامج تحت المجهر لهذا الأسبوع هو المطرب المصري أكرم الكرماني. يقول: أنا خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة، قسم صحافة دفعة 2005، صحفي حر، وبلعب جيتار من أيام الجامعة. جامعة الإسكندرية طبعا. يقول: دخلتها قبل الإعلام وبقيت فيها سنة كاملة. أول حاجة يقول عملتها لما نزلت الإسكندرية، اشتريت جيتار من شارع صفية زغلول ولفيت به الإسكندرية كلها من محطة إلى أخرى. وكانت قعدتي كلها في مطعم أنا ميشو في الإبراهيمية، وبعدها نتمشى في الشارع بالجيتار. وكانوا زمائلي فاكرين يعني بأنه ابن عم الفنان مصطفى قمر، لأن هناك شبه بينهما، فكان في الصغر تقريبا يدعونه بأكرم قمر. هذه بعض من حياة المطرب اللي راح يكون إن شاء الله ضيفنا في هذه الحلقة وفي هذا الأسبوع مع الدكتورة هند أحمد. إن شاء الله راح نكون على عبر أثير أو عبر راديو صوت العرب Arab Voice من الجزائر. فما عليكم إلا أن تنتظرونا وتكونوا في الموعد. عمالة تزيد في حيرتي وما انتش حاسة بطيبتي ازاي. مش لاقي في عشتك نافع ولا صدق في حبك شافع. ازاي انا رافع راسك وانت بتحكي راسك ازاي. ازاي ترمي حبيبتي اتمع شق اسمك وانتي عمالة تزيد في حيرتي وما انتش حاسة بطيبتي ازاي. مش لاقي في عشتك نافع ولا صدق في حبك شافع. ازاي انا